بأوائل الكتابات، كتابات العمود في أوائل أيامه تم اعتقالي بالكتابة. يعني كان النظام بيعتقد أنها هي ضد سياسات النظام. كان النظام كانت يعني في ذاكرتي ظلت حتى الآن، لأنها كانت أول تجربة كتبته. كان في حادث مشهور جدا، تم القبض على طلاب الذين امتحنوا الشهادة السودانية ونقلوا إلى جنوب السودان بعد دورات تدريبية سريعة جدا للمشاركة في العمليات العسكرية. فحدث في واحد من هذه التجارب أنه أثناء نقل الطلاب هربوا من داخل مطار الخرطوم وانتشروا في شارع المطار، وأصبحت هناك مطاردات بين الطلاب والقوات المسلحة لإرجاعهم داخل المطار لنقلهم إلى جنوب السودان. فكتبت أنا منتقد هذا الأسلوب وهذا المسلك، فتم إلقاء القبض عليه طوالي في اليوم التالي طوالي. وكانت دي أول تجربة بالنسبة لي في السجون. بعدها تكررت الاحتقالات طبعا وتكررت بعدك أصبحت التجارب. بصورة راتبة جدا وصورة مستمرة. يعني أصبح أنه أنا لا أتوقع عندما أذهب المكتب أنه أرجع مرة أخرى إلى البيت، يعني لأنه أصبح أحيانا كثيرة جدا، في قضايا قد تكون بالنسبة لي أنا شايفها مواضيع بسيطة صغيرة، لكن كان الرؤية تكون رؤية الدكتاتوري، النظام الدكتاتوري، أنها هي قضايا كبيرة. فأصبح كثير جدا من الاعتقالات، واعتقالات كانت بتتم بصورة تعسفية جدا. يعني أنا أذكر واحد من هذه الاعتقالات، كنت في المكتب، مكتبي الذي يدير منه العمل، وأنا أهم بالصلاة، صلاة الظهر، وذهبت للوضوء وكنت حافيا، فجاء مجموعة نظامية وألقوا علي القبض. فطلبت منهم بس أن أعود للمكتب على الأقل أكون في وضع جيد، ارتدي الحذاء وأعود مرة أخرى، فرفضوا. فتم اقتيادي حافيا من المكتب إلى المعتقل. يعني كنت حتى مجرد أنه الحصول على الحذاء كان مشكلة. وتكرر بعد ذلك كثيرا. واحدة من هذه الحوادث كان اعتقال في معتقل فردي في زنزانة ضيقة جدا لم تكن تكفي حتى للصلاة. يعني الزنزانة إذا حاولت أن أصلي أركع لا يمكن أن تسمح، لأنها ضيقة جدا وصغيرة جدا لا تسمح بمجرد الركوع، لا يمكن داخل هذه الزنزانة، وكان حبس انفرادي. فهي كثير جدا من مرات الاعتقالات. كان آخرها ما تم في آخر أيام النظام، تم اعتقالي في شهر فبراير 2019، وأطلق سراحي قبل 3 أيام فقط من الثورة. فدي كانت آخر واحدة من الاعتقالات يعني.